مرحبا يا أبطال. جدكم إسماعيل الذي يفرح كل أسبوع بلقائكم ليحكي لكم أجمل القصص عن أبطال الإسلام، قصصا مليئة بالشجاعة والإيمان والصدق. هل تحبون أن تسمعوا قصة بطل شجاع كان قويا وعادلا وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نبدأ سويا قصة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان اسمه عمر بن الخطاب من قبيلة قريش، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. ولد في مكة وكان يرعى الإبل، وتعلم القراءة والكتابة، مع أن أكثر الناس في مكة كانوا لا يقرؤون. كان طويلا قويا لا يغلب، وكان يحب المصارعة والركوب. في البداية لم يكن يحب الإسلام، وكان يعذب المسلمين الضعفاء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وبعد فترة سمع عمر آيات من القرآن، فدخل الإيمان إلى قلبه، وأسلم وعمره 27 سنة. ذهب عمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفرح المسلمون جدا، وخرجوا مع عمر ليدخلوا المسجد، وكان في مقدمتهم عمر، وفي الصف الثاني حمزة رضي الله عنه. ومن يومها سماه النبي الفاروق، وهو مكانته في الإسلام. عمر رضي الله عنه كان يحب النبي كثيرا، وكان يشاركه في كل غزواته، وكان من العشرة الذين بشرهم النبي بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر وعمر. وقال أيضا: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وتخيلوا، الشيطان كان يهرب من الطريق الذي يسير فيه عمر. عمر أمير المؤمنين. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح أبو بكر هو الخليفة، وكان عمر يساعده. ثم بعد وفاة أبي بكر أصبح عمر هو الخليفة الثاني. في خلافته فعل أشياء عظيمة: بدأ التقويم الهجري، أسس الوزارات، أنشأ بيت المال للفقراء، بنى المدن، نظم الجيش، وكان عادلا يحب الفقراء ويخاف الله دائما. معاركه ضد الفرس: قاد عمر الفتوحات ضد الإمبراطورية الفارسية، وأرسل الجيوش إلى العراق وفارس، وكان القادة يكتبون له كل الأخبار، وهو يرسل لهم التوجيهات وكأنه معهم في المعركة. ومن أشهر المعارك القادسية والبويب ونهاوند. وبعد الانتصار جاءته كنوز كسرى، فنظر إليها وقال: الحمد لله الذي أذل هذا وأشباهه، تمسكوا بالدين ولا تغرنكم الدنيا. فتوحات في الشام ومصر: قاد عمر أيضا الفتوحات ضد الروم، وفتح المسلمون بلاد الشام ومصر، وأرسل جيشا لفتح بيت المقدس، لكن أهلها قالوا: لن نسلم المدينة إلا لعمر بن الخطاب بنفسه. فجاء عمر بثوب بسيط ونعله في يده، ومشى في الماء، وقال لأبي عبيدة: أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. وعندما وصل فتح أهل القدس الأبواب، وكتب عمر معاهدة تحفظ حقوقهم، وبنى المسجد العمري، وشارك في تنظيف المسجد الأقصى بيده. الدولة الإسلامية في عهد عمر. في عهد عمر كبرت الدولة الإسلامية جدا، ودخل فيها العراق ومصر وليبيا والشام وأجزاء من تركيا وأفغانستان. كل هذا وهو حاكم عادل لا يظلم أحدا، ويخاف الله في كل شيء. وفاة عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام وهو يصلي الفجر،
جاء رجل شرير يسمى أبو لؤلؤة المجوسي، وطعن عمر بخنجر، وسقط عمر على الأرض. طلب أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت له السيدة عائشة رضي الله عنها. دخل الناس يودعونه، وكان يبكي من خشية الله، مع أنه بشره النبي بالجنة. ومات عمر في السنة 23 للهجرة، وبكاه المسلمون كثيرا، حتى قال علي بن أبي طالب: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله. رحم الله الفاروق عمر بن الخطاب، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. تابعونا يا أبطال، وفي الحلقة القادمة نكمل مع بطل جديد من أبطال الإسلام.